يقولون واحد وقف بالمقبرة يستقبل جنائز الموتى، يريد يشوف ليش ماتوا، حتى ما يقع بمشكلتهم ويموت. جتي أول جنازة سأل أهلها صاحبكم ليش مات؟ قالوا له أكل أكلة دسمة ومات. قال لهم هاي أول ممنوع بحياتي. جنازة ثانية ليش مات؟ قالوا له أكل حلا زايد صعد السكر عنده ومات، ضرب كلياته ومات. قال هذا بعد حلا هذا ما أكل. ثالث رابع خامس، جت جنازة أخيرة سأل يابا شلون مات؟ قالوا له والله كل شيء ما بيه، نام ما قعد الصبح. هسه انا شو يسوي بعد؟ اما ينام ماكو تأجيل. اغتنم، أئمتنا يقولوا اغتنم 5 قبل 5. اغتنم لا تضيع الفرصة، اغتنم 5 قبل 5. شنو يا آل البيت؟ واحد قالوا شبابك قبل هرمك. اغتنم شبابك قبل، بالعلم بالمطالعة بالعمل كل شيء. اغتنم شبابك بالعبادة. بعد يا أهل البيت قالوا اغتنم غناك قبل فقرك. إذا وضعك المادي زين استغله قبل لا يروح، ترى مو دائم، ماكو لا صحة تدوم ولا أموال تدوم ولا أولاد، وماكو شيء دائم. الدائم بس وجه الله تعالى. اغتنم غناك، اغتنم شبابك، اغتنم صحتك قبل هرمك. أمتنا قالوا ما دام عندك صحة، هاي الشباب ما شاء الله الله يديم عليهم الصحة بجاه محمد وآله الطاهرين، ما دام عندكم صحة يعني إنسان صحته مدو عم يجي في يوم يتمرض. أهل المتن يقول ما دام عندك صحة استغلها قبل لا يتمرض الإنسان، بعد ما يقدر يسوي شيء. ما دام عندك صحة استغلها. وهكذا هذا الكلام كون ناخذه على محمل جد، نرتب أثر عليه.